بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذي الجود والكرم، جعل لأهل العلم مزية ومنزلة رفيعة علية، حيث قال في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيفنا الشرف فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل، معالي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، فضيلة الدكتور أحمد زاهر علي، معالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف، فضيلة الشيخ محمد رشيد إبراهيم، رئيس مجلس الأعلى للإفتاء بجمهورية المالديف، فضيلة الشيخ حمد بن عبد العزيز العتيق، معالي مستشار لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشثري، معالي مستشار لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، فضيلة الشيخ إلياس جمال، معالي وزير الدولة للشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف، وضيوفنا الأكارم وحفلنا المبارك وعلماؤنا المشاركين الأفاضل، نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور، طبتم وطاب ممشاكم
وتبوأكم من الجنة منزلا، فحضوركم شرف لنا ويضفي على حفلنا أنسا وسرورا، فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. إنه أروع من الجمال، بل هو السحر الحلال، اجتماع هذه الوجوه الطاهرة في هذا المكان المبارك. فها هي الجلسة الافتتاحية لدورة علماء المالديف تحت شعار رحمة واعتدال، التي ستقيمها الوزارة بالتعاون مع الوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. افتتح حفلنا بخير ما يفتتح به، فالقرآن يفتتح وكلام ربي يقتحم، آيات من الذكر الحكيم. القارئ حسين إرشاد. حفلنا المبارك والإخوة الحضور الأفاضل، والآن كلمة الافتتاح لمن كان له حرصا كبيرا على إقامة هذه الدورة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. ومع كلمة فضيلة الشيخ إلياس جمال معالي وزير الدولة للشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف حفظه الله، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي إلى الحق والسداد، والمخرج من الظلمات إلى النور والرشاد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعباد، وعلى آله وأصحابه ومن أسلم لربه القياد. أما بعد، ضيفنا الشرف معالي الوكيل، معالي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل، معالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر علي، والقائمة تطول، فحياكم الله جميعا. حقيقة لم أجد وقتا كافيا لتسطير وكتابة ما أريد أن أوصلها إليكم، فمن البديهي جدا أن تتصيدوا من كلامي أخطاء نحوية، ولا غرابة في ذلك ولا عيب في ذلك، فإن لساني لسان عجمي، والمهم أن تفهموا ما أقول. لما أرسلنا أو وجهنا رسائل أو نقول دعوة للمشايخ لحضور هذه الندوة أو هذه الدورة، تلقيت بعض الرسائل من بعض الإخوة. بعضهم يقول: ما حاجتنا إلى هذه الدورة؟ لسنا بحاجة أن نعرف أو أن نعمل بالوسطية التي أنتم تريدون منها. فالحقيقة هذه الرسائل تؤلمني كثيرا، وإن شاء الله سترون في هذه الدورة المباركة أهمية
الوسطية والاعتدال في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولست أعلمكم حتى ألقي إليكم محاضرة، لكن لما أتاح لي الوزير الفرصة للصعود على هذه المنصة وإلقاء كلمة، قلت في نفسي سألقي إليكم بعض الحواجز التي تنقده في ذهني. أقول في نفسي لماذا هذا الدين أو الشريعة الإسلامية تحثنا على الاهتمام بأنفسنا، على الاهتمام بإصلاح أنفسنا، وألا ننشغل في الآخرين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قد يقول قائل: الله أمرنا وحثنا وحرضنا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والاهتمام بالآخر. نعم، أمرنا بذلك، لكن لم يأمرنا أو لم يحثنا على الحكم على الآخرين. ففرق بين الأمرين: الحرص على دعوة الناس وهدايتهم، والحكم على الناس، الاهتمام بالحكم على الناس. نعم، هناك مرحلة يأمرنا الدين أن نحكم على بعض الأفراد في بعض الحالات، نعم، لكن عموما هل الإسلام يحثنا على الحكم على الآخرين؟ فيا ترى لماذا هذا؟ أليس ذلك ليجنبنا من التطرف؟ وهاجس آخر: النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحكمة ضالة المؤمن. إن لم تكن ذاكرتي هذا حديث صحيح. الحكمة ما المراد لماذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة بالضالة؟ ما السر في ذلك؟ كلنا نعرف معنى الضالة. قد يجد أحدنا ضالتنا في مكان دون المكان الذي وجد صاحبنا ضالته. فالحكمة شيء مهم، وقد تتغير الحكم، وقد تتغير المصالح من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، والله أعلم. أقول في نفسي نحن جميعا عندنا غيرة على ديننا، وكلنا عندنا العاطفة الجياشة لنصرة الإسلام، ولكن هذه العاطفة إذا لم تضبط قد تكون عاطفة هوجاء، وقد تكون وبالا علينا. فقط هذه
أفكار شذر مذر أردت أن ألقيها إليكم، وستجدون إن شاء الله، وسجد الجواب الشافي الكافي من هذه الدورة. هذه الدورة ستروي الغليل بإذن الله تبارك وتعالى. نحن بحاجة إلى أن نتذكر، فالله تعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نتذكر هذه الحكمة، حكم والوسطية. إذا كان الداعية خال عن الحكمة وعري عن الحكمة، وإن كان يشار إليه بالبنان، وإن كان يقال عنه دكتور، لكنه خال عن الحكمة، فإنه يفسد أكثر مما يصلح. فنحن بحاجة إلى الحكمة في الدعوة. يا ترى التعامل مع الناس قد تختلف عن ما تلقيته في الكتب وما كان مسطورا مكتوبا منصوصا. كم من العلماء بينوا في الكتب حكم من قال كذا فهو كافر، لكن قولوا لي العالم الفلاني كم كفر. هذه أشياء مهمة جدا. العلماء كيف كانوا يعاملون الناس؟ أحيانا نحن نريد أن نطبق النصوص كما هي دون النظر إلى الحكمة. يا ترى ألم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين؟ ألم يكن يعرف؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف أن حكم المنافقين أو أنهم في الدرك الأسفل من النار؟ بلى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرف كل المنافقين في المدينة، وكان حذيفة رضي الله عنه سر النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ كل أسمائهم. ولكن يا ترى كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء؟ هذه الأشياء نحتاج إلى أن نتذاكر ونعرف ونفهم. هل هناك منهجا في التعامل مع الحكام؟ كثير من المشايخ والدعاة والناس يصير عواطفهم لنصرة الدين عواطف هوجاء، فينحرف عن الجادة وهو لا يعلم. شيخ الإسلام على سبيل المثال، اعتبروا يا إخوة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا إن شاء الله آخر مثال أذكركم به.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أيامه دخل التتار في بلدان الإسلام في بلاد الشام وخربوا العبادة والبلاد، وكان في أوج الحرب وجعجعته ومعمعته، ومع ذلك لم تكن تجرفه العاطفة الهوجاء، كان يتبع أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما قال لعصابة من الناس هيا نخرج ونقاتل، وإنما ذهب إلى الأمراء، حتى ذهب إلى مصر وحرض الأمراء على القتال، فقاتل وراء إمام. لماذا كل هذا يا إخوة؟ فلنتدبر ولنتعظ ولنستفد من هذه الدورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الدورة، وأن نستفيد جميعا من هذه الدورة، وأن تزيل كل ما لدينا من إشكالات من خلال هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله أبشركم بأن هناك دورات مقبلة إن شاء الله مثل هذه الدورات، وهذا إن دل يدل على وطادة العلاقة بين الوزارتين، وزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. فجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا المبارك والشيوخ والإخوة الحضور الأفاضل، والكلمة الآن لمن كان له جهدا كبيرا في هذه الدورة، فجزاه الله عنا خير الجزاء وأمد في عمره على طاعته، معالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف فضيلة الدكتور أحمد زاهر علي حفظه الله، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معالي وكيل الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والوفد المرافق له، السيد سيف القحطاني نائب السفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف، علماء الأفاضل، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني وتسر وزارة الشؤون الإسلامية أن نستقبلكم ونرحب بكم ترحيبا حارا في بلدكم الثاني المالديف. أيها الوفد الكريم، إن العالم في عصرنا هذا قد دخل في مرحلة انتقالية جديدة، بحيث أصبح في تحول مستمر نحو آفاق حديثة، فلا بد أن نعد لها
उद्दतहा व नुजहिज़ अनफुसना लीनुवाजिह आसारहा बिइजाबियतिन व फ़आलिया। नाम मरहबन बिकुल्लि जदीदिन सालिह वलाकिन बिदून अन नतखल्ला अन मबादिअना व सवाबितना अल इस्लामिया अर्रासिखा। इन्नहु लमूसिफ हक़्क़न अन यूजद फ़ी हाज़ल अस्रिल हदीस मन युसीउ इस्तिख़दामल हुर्रियत इस्तिख़दामन सय्यन बिइस्मि हुर्रियत ताबीर लिग़र्ज़िल इसाअ इलल मुक़द्दसात। वबिल मुक़ाबिल नजिद फ़िआमन मिनन नास युमारिसून अत-ततर्रुफ़ वल इरहाब फ़ी अक़बहि सुवरिहा व युशव्विहून सुम्अतल इस्लाम बिइस्मिल इस्लाम नफ़्सहु व जुल्लुहुम ला यशऊरून वला यदरून माज़ा यफ़अलून। फ़फ़ी वज़इ कहाज़ा नहताज इला तामीक़ि मफ़हूमिल अम्न अल फ़िक्री लिहिमायति शबाबिना नाशी हत्ता ला यंजरिफ़ वरा हाज़िहिल अफ़कार अल मुनहरिफ़ा वल फ़िरक़ अल-ज़ाल्ला। व नसअलुल्लाह तआला अन युवफ़्फ़िक़ना व युश्मिलना जमीअन बिरिआयतिही व हिदायतिही व अन तुक़ाम मिस्ल हाज़िहिल वर्शात अला अर्ज़ि बिलादिना बिशक्लिन मुस्तमिर इंशाअल्लाह। व ज़ालिका लिनश्रिल फ़िक्रिल वसती अल मुअतदिल अल्लज़ी दआ इलैहिल इस्लाम। व अर्जू मिन माली वज़ीर शुऊनिल इस्लामिया बिल ममलकतिल अरबिय्या अस्सऊदिय्या शक़ीक़ा व वकील वज़ारत शुऊनिल इस्लामिया बिल ममलकतिल अरबिय्या अस्सऊदिय्या अशक़ीक़ा मज़ीदन मिनत तआवुन व तबादुलिल ख़िबरात व तजारिबी फ़ी हाज़ल जानिब अल मुहिम। कमा नतमन्ना अन तकूना हाज़िहि ज़ियारा अल्लती शर्रफ़ना बिहल वफ़्दुल करीम व अला रासिहिम माली वकील दुक्तूर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल अक़ील वल्लती तहक़्क़क़त तक़वियतन व तवसीक़न लिल अलाक़ात बैन मुअस्ससात अल ममलका व जमहूरियतिल मालदीव। वहाज़िहि ज़ियारा अल करीमा ली वफ़्दिकुमुल करीम मिन क़िबली वज़ारत शुऊन वल औक़ाफ़ वद्दअवा वल इरशाद बिल ममलकतिल अरबिय्यत अस्सऊदिय्या शक़ीक़ा लमुअश्शिरुन वाज़िहुन अला इह्तिमामी हुकूमतिल ममलका अल अरबिय्यत अस्सऊदिय्या मुतमस्सिलन फ़ी ख़ादिमिल हरमैन शरीफ़ैन अल मलिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ हफ़िज़हुल्लाह बिकुल्लि मा युहिम्मु अम्रल मुस्लिमीन फ़ी हाज़िहि दौला अल इस्लामिया अशक़ीक़ा बि जमहूरियतिल मालदीव। कमा अंतहिज़ु हाज़िहिल फ़ुरसा ली तक़दीम शुक्री व इम्तिनानी इला हुकूमती जमहूरियतिल मालदीव व अला रासिहा अस्सय्यद रईस इब्राहिम मोहम्मद सालिह व नाइबिही अस्सय्यद फ़ैसल नसीम लिमा यबज़ुलून मिन मसाई जाद्दा फ़ी सबीली हिमायती वतनिना अल मुस्लिम मिनत तय्यारातिल इल्हादिय्या अल हद्दामा वली विहदतिल मुज्तमअल मालदीफ़ी अल मुस्लिम फ़जज़ाहुमुल्लाहु खैरुल जज़ा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुल जज़ा अला मा तुक़द्दिमूना मिन दाअमिन व तआवुनिन व मुसानदतिन फ़ी शत्तल मजालात व मुख्तलिफ़न नवाही अल्लती तुहिम्मु बिलादना। जज़ाकुमुल्लाहु जमीअन कुल्ल खैर व जअल हाज़िहि ज़ियारा फ़ी मीज़ानी हसनातिकुम व अजज़ल मसूबतकुम। नरजू लकुम इक़ामतन तय्यबा फ़ी बलदिकुम जमहूरियतिल मालदीव अल इस्लामिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। جمعنا المبارك والشيوخ الأفاضل،
إنا لنتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا الشرف في هذه الدورة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل، معالي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية على حضوره. نسأل الله أن يسدد على طريق الحق خطانا وخطاه، فكلنا شغف في سماع توجيهاته، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور أحمد زاهر علي، معالي وزير الدولة للشؤون الإسلامية الشيخ إلياس جمال، أصحاب المعالي سعادة القائم بأعمال السفارة السعودية في جمهورية مالديف الإسلامية، أصحاب الفضيلة، أيها الإخوة والأخوات، إن استقامة الحياة الدنيا وسعادتها لا تحصل إلا إذا كان الإنسان آمنا على نفسه هادئ النفس، لا يخاف من وقوع مكروه في دينه وأمنه أو تنتهك حرماته أو تستلب خيراته أو يفرض عليه ما يتعارض مع دينه ومبادئه وقيمه من أفكار هدامة أو مذاهب منحرفة أو أخلاق منحلة. وإن الساحة العالمية اليوم تشهد انحرافات عقدية أدت إلى انحرافات فكرية خطيرة تهدد سلامة العقيدة وصفاء المنهج ونقاء الفكر الذي ينذر بوجود فساد في الأرض بشيوع قتل الأرواح المعصومة، وينذر بالعدوان على الممتلكات المحترمة. وقد شهدت بعض بلاد العالم اليوم نوعا من تلك الجرائم التي استهدفت عقيدة الناس وأمنهم وأرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم. بناء على ذلك، فإن على المسلم عامة وعلى الدعاة والخطباء والأئمة خاصة أن يكونوا في يقظة دائمة وفي همة عالية دائمة البحث والنظر، موظفين كل قدراتهم، باذلين أنفسهم وطاقاتهم، مسخرين بنانهم ولسانهم وفكرهم في سبيل الحفاظ على دينهم الذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم من ربه تبارك وتعالى على منهج أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين، محافظين على سلامة العقيدة النبوية والمنهج الذي سار عليه خير القرون. ولا شك في أن من أولى ما صرفت إليه الجهود وعنيت به العقول واشتغل به أولو العلم والقلم
هو موضوع الأمن لعظم أهميته وحسن عاقبته عند توفره ولشدة خطر فقدانه أو الإخلال به. وإن من الفطنة والتوفيق والتسديد والإعانة من الله جل وعلا أن يتدارك القوم مجتمعاتهم وشبابهم قبل أن يعظم الخطر فيصعب الدواء ويصعب العلاج. وإن الأمن عنصر ضروري لتوفير بيئة مناسبة للعيش والبناء، وبمقدار توافر هذا العنصر يستطيع الأفراد ممارسة حياتهم وأداء شعائرهم وحفظ حقوقهم وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم وبناء مجتمعاتهم، وتتمكن الدولة من الارتقاء بنفسها في مختلف الجوانب والمجالات وعلى كل الصعد داخليا وخارجيا. وبمقدار اختلال هذا العنصر يأتي النقص، وتنتشر البدع والمحدثات، وتكثر في المجتمع الآفات. فالأمن بجميع جوانبه هو محل اهتمام البشر جميعا، لأنهم ينشدون الحياة الآمنة التي لا يهددها شيء. وفي وقتنا المعاصر الذي يشهد تواصلا لم تعهده البشرية، ولدت مصطلحات متعلقة بالأمن مثل الأمن الفكري والأمن الصناعي والأمن الاقتصادي والأمن الغذائي وغيرها من أنواع الأمن لشدة حاجة الناس إليها. وإن أهمية الأمن الفكري تنبع من ارتباطه بدين الأمة وعقيدتها وصفاء منهجها وسلامة سلوكها وأساس ذكرها وعلوها وسبب مجدها وعزها، ومن غايته المتمثلة في سلامة العقيدة وصفاء المنهج واستقامة السلوك في تحقيق الأمن الفكري حماية الدين من العوادي. كما ترجع أهمية الأمن الفكري إلى ارتباطه بأنواع الأمن الأخرى، وأنه الأساس لها والركن الأهم في نظم بنائها. ولمواجهة مثل هذا الاستهداف الشامل الذي قد يصدر من أي جهة كانت، لا بد أيها الإخوة من ترسيخ ثقافة الأمن الفكري الجمعي، والذي يعنى بتعزيز الثقافة المجتمعية الواعية المتسلحة بالعقيدة الصافية والإيمان الصحيح المتحصنة بمنهج سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، المتمسكة بقيم الأمن ومبادئه والاستقرار، لتصبح هذه القيم ثقافة مجتمع بكامله وليس مجرد ثقافة أفراد. فالوعي الجمعي الواعي هو صمام أمان، وهو دور العلماء والدعاة والأئمة والخطباء الرئيس في كل مجتمع ودولة. وقد حرصت الشريعة الإسلامية على ترسيخ هذا الوعي الجمعي من خلال منظومة متكاملة من المقاصد والتشريعات وقواعد المواطنة الصالحة والأخلاق القويمة والسلوك السليم، والتي تعمق مبادئ الاستقرار والتسامح على مستوى العلاقات الاجتماعية المتعددة مثل القرابة وحسن الجوار والصحبة، وتعزيز منظوم الأمن الجمعي على مستوى المجتمع ككل. ومما يعزز الأمن الفكري في الدول تحصين مؤسساتها فكريا كالمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والثقافية وغيرها، وذلك من خلال سلامة أفكار وكوادرها وسلامة الأنشطة التي تقوم بها في المجتمع، والسعي الحثيث على تحصين شبابها وفتياتها من كل فكر دخيل يخالف ما عليه أول رعيل. ومما يعزز الأمن الفكري الإجراءات الرادعة
التي تتخذها الدول في التصدي للمتطرفين وتجفيف منابع الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في المجتمعات، فإن ذلك كله من مقاصد الشريعة الغراء. وأخيرا، فإن ترسيخ الأمن الفكري مسؤولية جماعية مشتركة، حتى مواقع العالم اليوم الوقوف أمام كل ما يهدد هذا الأمن بالوقاية والتحصين والعلاج، يتحملها الأفراد والمؤسسات والدول، وبمقدار تكامل الجهود وتكاتفها تحمى العقول والأفكار وتصان الحقوق وتحترم ويسود الأمن والاستقرار. والمملكة العربية السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله ورعاهما، حريصة كل الحرص على كل مسلم على وجه الأرض تحصينا لدمه وسلامة معتقده وعيشه الآمن. لهذا قامت وزارة الشؤون الإسلامية برعاية ربانها الماهر معالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ ونائبه الأستاذ الدكتور يوسف محمد بن سعيد على هذه الشراكة التي شرفنا بها جميعا في زيارة هذه الدولة الكريمة التي عرف شعبها بعظيم استجابتهم وكريم قبولهم للحق منذ أكثر من 890 سنة، عندما قبلوا الحق ممن جاء به واستجابوا لداعي الله وندائه. وهذه الدولة محل اهتمامنا في وزارة الشؤون الإسلامية ومحل فخرنا بالتعاون معكم أصحاب الفضيلة في سبيل تحقيق مصلحة شعوبنا جميعا. وإني إذ أشكر الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء المهم في هذا الوقت الأهم. أشكر الجمهورية الإسلامية المالديفية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية على تبنيها لهذا البرنامج وقيامها بمسؤوليتها المجتمعية في تعزيز الوعي المجتمعي بدعوة أصحاب الفضيلة العلماء والأئمة والخطباء. نفع الله بهم وشكر الله لهم حضورهم، وشكر للوزارة كل من ساهم في هذا الملتقى وجزاهم الله خيرا. وأسأل الله الكريم للجميع التوفيق والسداد، وأن يبارك في هذا البرنامج التدريبي الذي نسعى جميعا إلى تحقيق أهدافه وقطف ثماره، والله المسؤول أن يوفقنا جميعا إلى ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا جزيلا. وحفلنا الكرام، نعم، أنتم أيها العلماء الأجلاء لكم منا جزيل الشكر ومن الله الأجر على حرصكم على دينكم، فسترون بإذن الله تعالى حصاد ما زرعتم، فلن يضيع ربي أجر من أحسن عملا. في ختام هذا اللقاء يطيب لنا أن نتقدم بالشكر الجزيل للراعي الرسمي لهذا الحفل المبارك، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وسفارة خادم الحرمين الشريفين بالمالديف لما بذلوه من جهد على إتمام هذا الحفل، فنسأل الله تعالى أن يبارك لهم في أموالهم وأوقاتهم وأهليهم، إنه جواد كريم. كما لا ننسى أن نشكر
كل من بذل وأعان في نجاح هذا الحفل وتمامه من الإخوة والأخوات الإداريين والعمال، فنسأل الله تعالى أن يرزقهم الذرية الصالحة والنية الخالصة. وإن شاء الله ستكون الجلسة الأولى لهذه الدورة حول ندوة مشتركة بين الشيخين معالي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ الدكتور محمد العقيل، ومعالي مستشار لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ حمد العتيق، فليتفضل. It's okay.